بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ وإياكم هذه السلسلة للخلفاء الراشدين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خير هذه الأمة بعد نبيها. ونبدأ بأولهم وأفضلهم، إنه الصديق، إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إنه الذي لقب بالعتيق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت عتيق الله من النار. إنه عبد الله بن عثمان، وهو قرشي تيمي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في الجد السادس، وهو مرة بن كعب. لقب بالصديق، فهو أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولد بعده بسنتين وبضعة شهور بعد عام الفيل، وقد كان نحيفا أبيض عليه نضارة رضي الله عنه وأرضاه. أبوه أسلم يوم الفتح، أما أمه فأسلمت مبكرة. وله 4 من الزوجات، وكان عنده من الأولاد 3 من الذكور و3 من الإناث. إنه أبو بكر الصديق، وما أدراك ما أبو بكر. كان قبل الإسلام لا يشرب خمرا ولا يعرف صنما. يقول عن نفسه رضي الله عنه لما سئل: لم لم تكن تشرب الخمر؟ قال: أصون عرضي وأحفظ مروءتي. لم يسجد لصنم قط. يوم من الأيام أخذه أبوه، أخذ أبا بكر وهو صغير، يقول: كنت قد ناهزت الحلم، يعني للتو بلغ. وكانوا يعودون صبيانهم منذ الصغر على السجود لهذه الأصنام، اللات وعزى ومناة، وهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. يقول: فأخذني أبي فذهب بي إلى الأصنام ثم تركني عندها. يقول: فنظرت إلى الأصنام وكان أبو بكر قد ناهز الحلم. يقول: نظرت إلى الأصنام فقلت لها: إني جائع فأطعميني، إني عار فاكسيني، إني كذا وكذا. يقول: أسألها وهو يعلم أنها لا تجيب. يقول: فأخذت صخرة ثم ضربت به الصنم فخر لوجهه. إنه من أعلم الناس بالنسب في قريش. إذا اختلفت قريش بالأنساب رجعت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان يبحث عن الدين الحق قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلكم يعرف من زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الرجل الذي ظل على التوحيد ومات قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر يجلس ويستمع إليه، ولأمية بن أبي الصلت ولغيرهم يستمع إليهم، يستكشف الحق منهم. يريد أن يبحث عن الدين، يريد أن يبحث عن دين يفر به من دين قريش ويبحث به عن الدين الحق. رأى مرة من المرات رؤيا، وربما سافر أبو بكر يرتحل بين البلاد يبحث عن هذا الدين. فرأى بحيرة الراهب، أظنكم تعرفون من بحيرة، الذي أخبر أبا طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام. رأى أبو بكر بحيرة الراهب فقال له، يعني أبو بكر قص عليه رؤيا ورأى أن عنده علم وعنده فهم، فقص أبو بكر رضي الله عنه على هذا الراهب رؤيا. فقال له بحيرة: من أين أنت؟ قال: أنا من مكة. قال: من أي من مكة؟ قال: من قريش. قال: من أي بطل من قريش؟ وأخذ يخبره ويخبره. ثم قال له: أي شيء أنت؟ قال: أنا تاجر. فأخذ يسأله بعض الأسئلة. ثم قال بحيرة لأبي بكر، قال: إن صدق الله رؤياك، إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث بنبي من قومك، سيبعث نبي من قومك يا أبا بكر. ثم قال بحيرة: سوف تكون وزيره في حياته وخليفته من بعد موته. ولم يقص أبو بكر هذه القصة على أحد إلا بعد خلافته. إنه أبو بكر رضي الله عنه لما سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لم يتردد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس سألني، كل الناس تأخر، كل الناس تردد،
كل الناس توقف إلا أبو بكر لم يتردد أبدا. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سر النبي بإسلام أبي بكر. يقول الراوون: ما رأينا النبي مسرورا في تلك الأيام مثل سروره بإسلام أبي بكر. من أبو بكر؟ صاحب النبي قبل الإسلام، قبل البعثة، وبعد البعثة رفيق النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما دخل بالإسلام أسرع يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. ولسان حال أبي بكر يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياته كانت كلها لله عز وجل. ذهب وما رجع إلا معه الزبير ابن العوام رضي الله عنه، حواري النبي عليه الصلاة والسلام، شاهرا إسلامه عند النبي. ثم مضى أبو بكر فجاء بعثمان ابن عفان رضي الله عنه ذو النورين، ثم جاء بطلحة بن عبيد الله، ثم جاء بسعد بن أبي وقاص، ثم جاء بعثمان بن مضعون، ثم جاء بأبي عبيدة بن الجراح، ثم جاء بعبد الرحمن بن عوف. شوف، انظر، جاء بالمبشرين بالجنة، كلهم ميزانهم في ميزان من؟ في ميزان أبي بكر الصديق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أبو بكر كان نصير النبي عليه الصلاة والسلام، وظهيره ومعينه ورفيقه وصاحبه. النبي عذب عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يعينه ويساعده، حتى قال: يا رسول الله إذن لي فلأظهر بين الناس. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول خطيب في الإسلام، أول خطيب في الصحابة إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الذي لقب بالصاحب، ولقب بالعتيق، ولقب بالصديق، ولقب بالأتقى، ولقب بالأواه. قام يخطب بين الناس، فقام عليه كفار قريش يضربونه ضربا موجعا، يضربه هذا ويضربه هذا، حتى قام عليه من؟ عتبة الخبيث، عتبة الفاسق، قام على أبي بكر رضي الله عنه، فسقط أبو بكر على الأرض، وقام عتبة يضربه على وجهه بالنعال، حتى جاء المشركون وتجمعوا يضربون أبا بكر، فظن الناس أن أبا بكر قد مات من كثرة الدماء التي على جسمه وعلى وجهه. فقامت بنو تيم تدفع الناس عن أبي بكر، قبيلة أبي بكر، ثم حملوه إلى بيته، حتى قالت قبيلة أبي بكر، قالت: والله لئن مات أبو بكر لنثأرن له ولنقتلن به عتبة. ولم يستيقظ أبو بكر، وظل عند أمه أم الخير طوال النهار وهو لم يستيقظ. ظنه سيموت، لن يعيش بعد هذا، حتى فتح عينيه عند أمه، فوجد أمه عند رأسه تبكي، ولم تكن أسلمت في ذلك اليوم. وجد أمه تبكي، فقال لها أول ما قالت له: يا بني كيف أنت؟ قال: كيف رسول الله؟ أخبريني ماذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: يا بني اشرب شيئا من شراب وكل شيئا من طعام يقوى جسمك. قال: لا والله لا آكل شيئا حتى تأتيني بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: ولم تكن أسلمت، وما أدراني بمحمد، أنا ما أعرف عنه شيئا. قال: اذهبي إلى أم جميل، امرأة كتمت إيمانها، اذهبي إليها فسليها تأتيك بالخبر، وأبو بكر بين الحياة والموت. فذهبت إلى أم جميل، أم أبي بكر، تسأل أم جميل، قالت: أخبريني عن محمد، فإن ابني أبا بكر يسأل عنه. قالت: لا أعرف محمدا ولا ابنك، كانت قد كتبت إيمانها. قالت: إذن تعالي معي إلى ابني. فجاءت أم جميل فوقفت عند رأس أبي بكر وأمه عنده، فقال لها أبو بكر: يا أم جميل أخبريني عن رسول الله، ماذا صنع؟ فقالت أم جميل: أمك عندنا،
قال: لا عليك منها، لا عليك منها، أخبريني عن رسول الله، ماذا حصل له؟ فقالت: هو بخير. فقالت أمه: الآن كل يا بني. قال: لا والله لا آكل حتى تحملاني إليه. قالت: يا بني سوف تموت. قال: أحملاني إليه، لن آكل شيئا ولن أشرب شيئا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملته أمه في آخر الليل مع أم جميل يتهادى بينهما حتى حمل إلى دار فيها النبي وبعض أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل أبو بكر انكب على النبي يقبله ويبكي. فقال النبي: كيف أنت يا أبا بكر؟ قال: أنا بخير يا رسول الله. كيف أنت؟ أنا بخير، إلا ما صنع الفاسق في وجهي. كيف أنت يا رسول الله؟ كيف أنت يا رسول الله؟ والصحابة يبكون حول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو بكر: يا رسول الله، هذه أمي جاءت راغبة، انظر إلى أمي، أمي فيها خير، يا رسول الله ادعو الله لها. فرفع النبي يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل لأم أبي بكر، فما إن أنزل يديه إلا قالت أمه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة يسأل الناس: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أشجع الناس أبو بكر. علي في خلافته يقول هذا رضي الله عن الجميع، عن جميع أصحاب النبي. يقول الإمام علي: بل أشجع الناس أبو بكر. لما جاء عقبة يخنق النبي عليه الصلاة والسلام لم يرده أحد إلا أبو بكر، أسرع إليه فدفعه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. من؟ إنه أبو بكر الصديق. ثم قال الإمام علي على المنبر يسأل الناس، قال: أيهم خير؟ أيها الناس أيهم خير، مؤمن آل فرعون أم أبو بكر؟ فسكت الناس. ثم بكى علي وقال رضي الله عن علي، قال: لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل كتم إيمانه وهذا رجل أظهر إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. كان يتجول أبو بكر رضي الله عنه بين الصحابة، هذا يضرب وهذا يجلد وهذا يهان وهذا يجوع وهذا يعذب وربما قتل بعضهم. يمر أبو بكر رضي الله عنه على بلال، ذلك المملوك العبد الذي يضرب يجر في الرمضاء في اليوم الحار والصخرة على ظهره وصدره، ويجر ويرمى بالحجارة، ولا يردد على أن يقول أحد 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 أحد. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هل صبر أبو بكر على هذا؟ يرى بلال يضرب، يرى عامر بن فهيرة يعذب، يرى أم عبيس وكم أوذيت، يرى زنيرة تضرب وتجلد، يرى أصحاب النبي يعذبون. ما ذنبهم؟ ما جرمهم؟ ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أبو بكر يمر عليهم، لكن هل يرضى أبو بكر بهذا؟ أبدا والله. يأتي ويشتري بلال يطلبه من سيده أمية، قال: بعني هذا الغلام. فيقول: ولم تريده يا أبا بكر؟ لقد فسد علي هذا الغلام ولا ينفعك بشيء. قال: أشتريه منك. قال: بكم تشتريه؟ قال: اطلب. فطلب أمية مبلغا كبيرا لبلال، يعلم أنه لا يسوى هذا المبلغ، ولكن
بلال كان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه أغلى من هذا المال. بلال عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه أغلى من هذا الثمن، وأغلى من هذه الأموال، وأغلى من هذا الذهب والفضة، بل أغلى من الدنيا بأجمعها. من؟ إنه بلال رضي الله عنه وأرضاه. يعرف أبو بكر الصديق من هذا، إنه يعدل الذهب والفضة، إنه يعدل الدنيا بأجمعها، فاشتراه بمبلغ كبير وأعطاه بلال فاعتقه لله جل وعلا. وجاء لعامر قال لسيده: تبيعه لي؟ قال: بكم؟ قال: بأي ثمن؟ فدفع أبو بكر المال يشتري عامر وأم عبيس وزنيرة وكثيرا من الضعفاء والمساكين يعتقهم لله جل وعلا. فجاء أبوه ولم يكن أسلم في ذلك اليوم، قال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، لما اعتقت أولئك الرجال؟ لو اعتقت رجالا جلدا يمنعونك. يعني هذا الرجل ظن أن أبا بكر يعتقهم ليكونوا له من المدافعين ممن يحمون أبي بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر الصديق لأبيه: يا أبي أنا لم أفعل هذا لأجل أن يمنعوني. قال: يا بني إذا لما فعلت هذا؟ قال: يا أبي إنما فعلت هذا لوجه الله جل وعلا. قال الله في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم، سوف ترضى يا أبا بكر، سوف يرضيك الرب جل وعلا. نقول هذا يقينا وعن اعتقاد وجزم أن الله جل وعلا سيرضي أبا بكر. وسيجنبها الأتقى، لم يكن تقيا بل هو الأتقى رضي الله عنه وأرضاه. كان ينفق ماله، وكان يمضي ليله بالصلاة وبالقيام وبقراءة القرآن والبكاء. وكان أبو بكر رضي الله عنه كثير البكاء. آذوه كفار قريش، منعوه من الصلاة، منعوه من الدعوة إلى الله، كم ضربوه، كم آذوه، كم منعوه من عبادة ربه. فخرج يسيح في الأرض، يمشي في الأرض يتعبد ربه جل وعلا. فرآه توجه نحو الحبشة، فرآه في بيرك الغماد رجل اسمه ابن الدغنة سيد القارة. نظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهو رجل سيد من سادات قومه. ابن الدغنة هذا رجل مشرك لكنه معروف في قبيلته. نظر إلى أبي بكر قال: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ لما أنت خارج من مكة؟ ظنه ربما يريد تجارة أو غيرها. قال: إني مهاجر. قال: ماذا؟ قال: أنا مهاجر. قال: تهاجر من مكة؟ قال: نعم. قال: إلى أين؟ قال: أسيح في أرض الله. قال: ولم يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض أتعبد ربي. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال أبو بكر: أسيح في الأرض أتعبد ربي. فتعجب ابن الدغنة، قال: والله مثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر. إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. والله ما مثلك يخرج وما مثلك يخرج يا أبا بكر. والله لترجعن إلى مكة. قال: كيف؟ قال: ترجعن إلى مكة وتكون في جواري يا أبا بكر. رجع ابن الدغنة ودخل مكة معه أبو بكر، فطاف بين كفار قريش يخبرهم أن أبا بكر في جواري. كيف تخرجونه يا معشر قريش؟ هل أبو بكر يخرج من مكة؟ هل أبو بكر يخرج من مكة؟ إنه يكسب المعدوم، إنه يصل الرحم، إنه يحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. والله ما مثله يخرج ولا يخرج، وإنه من اليوم في جواري. ذهب أبو بكر رضي الله عنه، رجع إلى بيته فإذا به يكبر خارج بيته ويصلي. وكان أبو بكر إذا صلى، تخيل، إذا صلى خارج البيت في مصلى عنده، يكبر في الصلاة فيصلي فيبكي: ألم يأن للذين آمنوا
تخشع قلوبهم. كان أبو بكر رضي الله عنه من الخاشعين، من أهل الصلاة الذين إذا قرأوا القرآن كما قالت عائشة كان رجلا أسيفا بكاء رضي الله عنه، فيصلي خارج بيته، يكبر في الصلاة فيصلي، فيمر عليه الناس، الرجال والصبيان والنساء، يمرون على أبي بكر يرون هذا الرجل يبكي، ما باله يبكي، فيجلسون عنده يستمعون إلى قراءته، وهو يبكي وهم يستمعون، وهو يبكي وهم يستمعون، وربما آمن منهم من آمن. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ها هو أبو بكر رجع مرة أخرى يصلي، فجاءت قريش ونادت ابن الدغن، قالت يا ابن الدغن إن صاحبك نخشى عليه أن يفسد نساءنا وصبياننا، فمره فليصلي في بيته. ذهب ابن الدغن إلى أبي بكر وطلب منه هذا الطلب، فقال أبو بكر لا بأس، فصلى بضعة أيام في بيته فلم يطق الصلاة في بيته. رجل نذر نفسه لهذه الأمة، فخرج مرة أخرى يصلي خارج البيت، فجاءت قريش لابن الدغن تخبره تشتكي له، فرجع إلى أبي بكر فقال أبو بكر يا ابن الدغن قد رددت لك جوارك، قد رددت لك جوارك. قال إذن أنت في جوار من الآن يا أبا بكر؟ في جوار من؟ قال أنا في جوار الله عز وجل، أنا في جوار الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أبو بكر رضي الله عنه لما علم بالهجرة الناس بدأوا يهاجرون، ينتظروا أن يهاجر مع حبيبه عليه الصلاة والسلام، مع صاحبه، مع خليله عليه الصلاة والسلام. وكلما أراد الهجرة يقول النبي له لا تعجل يا أبا بكر، عل الله أن يجعل لك صاحبا. هو ينتظر أن يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة فجاء النبي إلينا في يوم حار، في وقت القيلولة، وقت الظهيرة جاء النبي، تقول لم يكن يأتنا في مثل هذا الوقت أبدا. فدخل فإذا عائشة وأسماء أختها في البيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من عندك. قال إنما هم أهلك يا رسول الله، أي لا تخف منهما، ابنتاي أسماء وعائشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر يا أبا بكر إنه سر لا ينبغي أن يعلم به إلا أبو بكر. قال يا أبا بكر إن الله عز وجل قد أذن لي بالهجرة، قد أذن لي بالهجرة. قال أبو بكر إذن الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام الصحبة يا أبا بكر، الصحبة يا أبا بكر. تقول عائشة فأخذ أبو بكر يبكي من شدة الفرح، يبكي، أخذ زاوية في البيت يبكي. لم تبكي يا أبا بكر؟ فرحا بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أخذ يبكي أبو بكر، لم تسعه فرحته إلا ودمعت عيناه. تقول عائشة ما ظننت أحدا يبكي من شدة الفرح إلا لما نظرت إلى أبي يبكي في ذلك اليوم، وإذا بأبي بكر يجهز البيت كله لتلك الهجرة العظيمة، لهذا الفتح المبين. أما ابنتاه عائشة وأسماء يجهزان الزاد والطعام، أما عبد الله ابنه فإنه يأتيه بالأخبار، وأما عامر مولاه فإنه يأتيه بالليل، يأتي إليهما بالليل إذا خرج، يمر بالشياه، وكان عنده شياه يمر عليهما على آثار عبد الله حتى لا يراه كفار قريش، ويأتيهما باللبن. وعبد الله ابنه يجلس مع كفار قريش، فإذا جاء الليل تخفى وذهب إلى أبيه والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، يأتيهما بالأخبار. عائشة وأسماء وعبد الله كل البيت يعمل لذلك اليوم، حتى خرج أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في ذلك الغار. الله أكبر، أي غار هذا جمع بين الحبيبين، أي مجلس ذاك جمع بين الصاحبين. إذ هما في الغار
يا ليت شعري كيف قضوا لياليهما، يا ليت شعري كيف جلسا في ذلك المكان، كيف كان يصليان، كيف كان يدعوان الله، كيف كان ينامان. الله أكبر، هنيئا لأبي بكر الصديق. تلك الليالي وتلك الأيام في ذلك الغار، ما إن دخل في الغار إلا حس النبي عليه الصلاة والسلام بالتعب، فوضع النبي رأسه على رجل أبي بكر ونام النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر مستيقظ يحرس النبي، فرأى جحرا في الغار، خشي أبو بكر أن يخرج من الجحر شيء، فوضع أبو بكر الصديق رجله على الجحر يسد الجحر، وما مرت لحظات إلا ولسع أبا بكر شيء، أحس بالألم وأحس بالوجع، لكنه لم يتحرك حتى لا يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام. فدمعت عين أبي بكر من شدة الألم، فأحس النبي به، فقام ونظر إليه، دمعت عيناه. قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء يا رسول الله. قال: والله لتخبرني. قال: لا شيء، إلا أنني ربما لسعني شيء في ذلك الجحر. قال: أعطني رجلك. فقرب رجله أبو بكر، فبصق النبي عليه ودعا له، فبرئ كأن لم يكن به شيء. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. جاء المشركون حتى وقفوا على رأسيهما عند الغار، لو أنزل أحدهم رأسه لرآهما، فدمعت عين أبي بكر. قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لو نظر أحدهم إلى رجله إلى قدمه لرآنا. لم يكن أبو بكر يخاف على نفسه بل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له النبي: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. وهل يستحق غير أبي بكر هذا اللفظ؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قدم أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. كم كان يخدمه في الهجرة، كم كان يرعى النبي في الصحبة في الهجرة في ذلك السفر. كان يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام من الطلب ومن الرصد ومن كل الأعداء. يسبق النبي في الطريق حتى ربما يرى رصدا أمامه ويتخلف أحيانا، ربما يرى الطلب خلفه، يبكي خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء إلى المدينة كان صاحب النبي في كل مكان، يدخل النبي معه أبو بكر وعمر، يخرج النبي معه أبو بكر وعمر، بل في بدر أول من شاور النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، بل كان يستطلع معه أبو بكر، بل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام طوال الليل. يدخل النبي معه أبو بكر وعمر، يخرج النبي معه أبو بكر وعمر، بل في بدر أول من شاور النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، بل كان يستطلع معه أبو بكر، بل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام طوال الليل. وفي الصباح وكان النبي يدعو، أبو بكر خلفه، يسقط الرداء وأبو بكر يحمله، يضعه على منكب النبي ويقول: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، إن الله منجز ما وعدك. فنزل النبي من مصلاه وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يازل من السماء، معه 1000 من الملائكة والنقع على جنبيه. الله أكبر، إنه صاحبه أبو بكر، أول من يشاور، أول من يخرج مع النبي، أول من يبشر رضي الله عنه. كان في أحد من أشجع المقاتلين، وأول من وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع الثلة من الصحابة. ولما أمر النبي الصحابة أن يذهبوا مع جراحهم في حمراء الأسد، كان منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكم لزم غرز النبي في صلح الحديبية وثبت على رأي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لعمر: إلزم غرز رسول الله فإني أشهد أنه رسول الله، والذي جاء بالصدق رسول الله وصدق به أبو بكر، أولئك
أولئك هم المتقون. بل كان في فتح مكة والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة كان أبو بكر معه. بل كان في حنين مع الثلة القليلة التي بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الثلة المؤمنة التي ثبتت ولم تتراجع. في تبوك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الصحابة للنفقة 30,000 كيف يجهزهم؟ فذهب أبو بكر الصديق فجمع ما في بيته من مال من خير من طعام من زاد فنثره بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لم تفعل كل هذا يا أبا بكر؟ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يوم من الأيام كان رضي الله عنه يجادل أحد اليهود، فقام ذلك حبر يهودي اسمه فنحاس، رجل خبيث يهودي حبر من أحبارهم، بدأ يشتم الله عز وجل. فقال: يا أبا بكر اسمع، الله فقير ونحن أغنياء، أعوذ بالله مما يقولون. قال: الله يطلب منا القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ونحن نقرض الله؟ إذن الله فقير ونحن أغنياء. قال أبو بكر: أعقل ما تقول. قال: أقول ما تسمع. فقام أبو بكر إلى هذا الحبر فضربه ضربا شديدا وهو يقول: ابتعد يا أبا بكر، بيننا وبينكم عهد. أي عهد بعد شتمكم لله؟ ويضربه 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 حتى أثخن فيه الجراح. فذهب الرجل الخبيث اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي على أبي بكر. فقال النبي لأبي بكر: أأنت ضربته يا أبا بكر؟ أأنت فعلت به هذا؟ قال: نعم يا رسول الله. ما كان لأبي بكر الصديق أن يكذب. قال: ولم فعلت هذا؟ قال: شتم الله وقال الله فقير ونحن أغنياء. فقال الخبيث: قال: والله ما قلتها يا رسول الله، وليست عنده بينة، ما قلت هذا أبدا، كيف أشتم الله جل وعلا؟ فسكت أبو بكر، فأنزل الله جل وعلا نصرة لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الله أكبر. القرآن ينزل تصديقا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. يأتي يوم من الأيام يتعاهد ثوبه، أحيانا ينزل تحت الكعبين فيرفعه رضي الله عنه، فيقول النبي له: يا أبا بكر إنك لست تصنع ذلك خيلا، إنك لست منهم يا أبا بكر. يوم من الأيام وكان يتحرى الحلال في طعامه في شرابه في كسبه وفي إنفاقه. أبو بكر يصنع له غلامه طعاما، ثم بعد أن يأكل أبو بكر يقول له الغلام: تعرف يا أبا بكر من أين هذا الطعام جئت لك به؟ قال: لا أدري. قال: من كهانة تكهنت بها في الجاهلية. قال: ماذا؟ قال: كهانة تكهنت بها في الجاهلية. فإذا بأبي بكر يضع يده في حلقه يخرج الطعام ومن حوله يقولون: يا أبا بكر أنت معذور، اتق الله تموت. يا أبا بكر ماذا تصنع؟ قال: والله لو لم يخرج الطعام إلا مع روحي لأخرجته.
كيف آكل شيئا فيه حرام؟ كيف آكل شيئا فيه حرام؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام كان جالسا فجاءه أبو بكر أحيانا يحصل عن ركبته مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما صاحبكم فقد غامر. ما الذي حصل يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، حصل بيني وبين ابن الخطاب شيء، بين أبي بكر وعمر بن الخطاب، وكان صاحبين وكان أخوين. قال: حصل بيني وبينه شيء فندمت فسألته أن يغفر لي فأبى، فجئتك يا رسول الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. عمر في هذه اللحظات ندم، فذهب إلى أبي بكر يعتذر منه فلم يجده، فسأل فقالوا عند الرسول، فأسرع عمر يعتذر من أبي بكر عند الرسول. فلما وصل عمر رأى أبو بكر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا في وجه النبي، تغير وجه النبي، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أنا كنت أظلم يا رسول الله، والله كنت أظلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني بالحق، فقلت أيها الناس إني بعثت بالحق. فقال الناس: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقوم النبي يوما عليه الصلاة والسلام فيقول للناس: من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ يقول أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ يقول أبو بكر: أنا. من اتبع منكم اليوم جنازة؟ يقول أبو بكر: أنا. فيقول عليه الصلاة والسلام: يقول: ما اجتمعنا في مؤمن في يوم إلا دخل الجنة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أبو بكر الصديق كان عنده قريب من أقربائه ينفق عليه أبو بكر صدقة من عنده. وتكلم هذا الرجل مصطح، تكلم في عائشة رضي الله عنها، فبرأها الله عز وجل، الصديقة بنت الصديق، برأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. فإذا بأبي بكر بعد براءة ابنته قطع النفقة عن قريبه، فقال الله جل وعلا لأبي بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه بعد هذا: قال: والله أحب أن يغفر الله لي، فأرجع الصدقة لقريبه. يوم من الأيام رآه عمر ماسكا لسانه يقول: هذا الذي أوردني الموارد. يوم من الأيام يقول عن نفسه: وددت. أبو بكر يقول المبشر بالجنة يقول: وددت أني كنت شجرة تؤكل أو تعضد، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. وكان النبي آخر أيامه يوصي بأبي بكر، حتى كان في آخر خطبة له قال: أمر أن تغلق الأبواب كلها إلا باب أبي بكر، ثم قال: لو كنت متخذا في الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. ثم توفي النبي بين سحر عائشة ونحرها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعد أن أمر الناس أن يصلوا خلف أبي بكر، فأن ينال منصب الإمامة صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بل كان كثيرا ما يوصي بأبي بكر، حتى جاءت امرأة يوم من الأيام فسألته، فقال لها النبي بعد أن أجابها: ارجعي لي بعد زمن
قالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأت أبا بكر رضي الله عن أبي بكر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما جاء الخبر إلى أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، أسرع رضي الله عنه على فرسه فتوقف عند بيت ابنته، فدخل على النبي فأزال الغطاء عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. عمر أخذ يهدد الناس: من زعم أن محمدا مات أضربه بالسيف. عثمان سكت. علي أين علي؟ لم يبق إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قام في الناس خطيبا فتجمعت الأمة عند أبي بكر ورضيت الأمة أبا بكر، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولما تجمع الناس وكأنهم اختلفوا من يتولى الخلافة بعد رسول الله، قام أبو بكر يتكلم، فرضي الناس بأبي بكر حكما وقال: رضيت لكم عمر وأبو عبيدة، اختاروا بين هذين الرجلين. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقال الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. فقام عمر ومد يده قال: إني أبايعك على الخلافة فبايعوا أيها الناس. فقام الناس يبايعون حتى جاء علي رضي الله عنه وقال: ولما دخل المسجد قال أبو بكر في اليوم الثاني، قال: أيها الناس، أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على رجليه أن يقوم يعترض الآن يتمنى أي إنسان يعترض على بيعته. فقام علي وتقدم الناس وبيده السيف فدنا فقال: يا أبا بكر، والله لا نقيلك ولا نستقيلك، والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله فمن ذا يؤخرك؟ رضينا النبي عليه الصلاة والسلام لديننا، لهل نأباك لديننا لدنيانا؟ فقام علي وبايع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قام أبو بكر يخطب خطبته الجامعة وقال في تلك الخطبة: أيها الناس، إني قد وليت عليكم. انظروا، تخيلوا أيها الأخوة، أبو بكر الآن هذه أول خطبة له بعد أن تولى الخلافة وما كان يريدها، أرغم عليها رضي الله عنه. قال: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. أيها الناس، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع الحق له. قال: والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. ثم قال: أيها الناس، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا أخذهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن أبا بكر هو مثال للإمام العادل الذي قال الله عز وجل فيه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قام أبو بكر في أول صبيحة له في الخلافة يذهب إلى السوق يتاجر ويعمل، فراه عمر وأبو عبيدة وبعض الصحابة قالوا: ماذا تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: أعمل أشتغل. قالوا: إذن من يكون للمسلمين؟ من يقوم على شؤون المسلمين؟ قال: وكيف أطعم عيالي؟
قالوا اجلس في بيتك واحكم بين الناس وقم على شؤون المسلمين ونفرض لك فرضا، نعطيك راتبا. وقام أبو بكر يقوم في الأمة على شؤونها. سمع بعض الجواري يتكلم، بنيات صغيرات، وكان أبو بكر رضي الله عنه قبل الخلافة يحلب لهن شياههن. قالت الجواري الآن خلاص صار الخليفة، الآن لا يحلب أبو بكر لكن شياهكن. فسمع أبو بكر بهذا الكلام فقال والله لعمري لأحلبنها لكم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تواضع وذل للمؤمنين وخفض جناح لهم. تبعه عمر كل يوم بعد الفجر ماذا يصنع، وكان يتنافس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول فرأيت يدخل بيتا في ناحية المدينة، فدخلت البيت فرأيت امرأة عجوزا عمياء حسيرة كسيرة على الأرض جالسة، فقلت لها يا أماه من هذا الذي يدخل عندك كل يوم وماذا يصنع؟ قالت يا بني والله لا أعرف من هذا، ما تعرف خليفة رسول الله. قال لها عمر ماذا يصنع عندك يا أماه؟ قالت يأتيني كل يوم يكنس بيتنا ويحلب شياهنا ويغسل ثيابنا ويصنع طعامنا. فبكى عمر وهو يقول لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. يرى أبو بكر الصديق طيرا يطير على الشجر، فبكى وجثى على ركبتيه وقال يا ليتني كنت هذا الطائر يطير على الشجر ويأكل الثمر ولا حساب ولا عذاب. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أبو بكر الصديق ذلك الرجل إذا قام الليل بكى وإذا أصبح الصباح صام، رجل بين القرآن وبين الذكر والعبادة وبين الصدقة والإنفاق وبين شؤون المسلمين. أرسل جيش أسامة بالرغم من معارضة كثير من الصحابة، أرسلهم قال لأصحابه لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج. قالوا كيف تفعل هذا والناس يريدون الهجوم على المدينة بعد أن ارتد الناس ونوى بعض المشركين الهجوم على المدينة؟ قال والله والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لو لم يبق غيري لأنفذته. إنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه بعض الصحابة كعمر قال لو غيرت القائد رجل أكبر من أسامة، قال ثكلتك أمك يا عمر، استعمله رسول الله وتأمرني أن أغيره، استعمله النبي وتريدني أن أنزعه. الله أكبر. إنه أبو بكر الصديق ذلك الرجل الحازم لما سمع بارتداد الناس وبردة العرب قام يسير الجهاد في سبيل الله، جيشا بعد آخر، سرية بعد أخرى، حتى اعترض عليه عمر قال كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. عمر قال له يا أبا بكر تألف الناس ارفق بهم. قال أجبار في الجاهلية يا عمر خوار في الإسلام؟ قد انقطع الوحي يا عمر، قد انقطع الوحي وتم الدين. أفينقص الدين وأنا حي؟ أفينقص الدين وأنا حي يا عمر؟ وإذا به يسير الجيوش ويفتح الفتوح. ها هي العراق تفتح، وها هي الشام بدأ فتحها، وها هم الفرس والروم يصابون بمقتل في عهد من؟ أبي بكر الصديق. حفظ المدينة، حفظ المسلمين، تم به الدين، أعلن راية الجهاد، حتى جاءه يوم من الأيام علي بن أبي طالب يريد أن يخرج بنفسه للجهاد. قال علي لأبي بكر ماذا تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال أقاتل الناس الذين ارتدوا عن هذا الدين. قال اجلس في المدينة ودع غيرك يخرج يا أبا بكر. قال والله لأخرجن بنفسي. قبل أن يرجع جيش أسامة كان يخرج بنفسه أبو بكر. قال والله لأخرجن بنفسي. قال علي يا أبا بكر اجلس رحمك الله، لا تفجعنا بنفسك، لا تفجعنا بنفسك.
انظر إلى أصحاب النبي كيف كانت قلوبهم، قلب بعضهم على بعضهم الآخر. فخرج أبو بكر يقاتل في سبيل الله ويقاوم الناس، قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. مرت الأيام ومضت السنون، أكثر من 2 وأبو بكر يقاتل في سبيل الله ويسير الجيوش ويفتح الفتوح ويرحم المسلمين. أبو بكر الصديق ذلك الرجل الهين اللين المتواضع الذي لم يعرف الناس له كبرا ولا فخرا. مرت الأيام، تقول عائشة حتى اغتسل في ليلة باردة فأصابته حمى رضي الله عنه، وظل في البيت 15 يوما لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد وهو مريض. وجاء الناس يزورونه وعمر يصلي بالناس، فقالوا له يا أبا بكر لم يأتي بالطبيب. قالوا يا أبا بكر يا خليفة رسول الله ألا ندعو لك الطبيب؟ قال لما؟ قالوا ينظر إليك يرى ما بك. قال الطبيب قد رآني. قالوا خيرا إن شاء الله. ماذا قال الطبيب؟ قال الطبيب إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد. أبو بكر يشتاق للقاء الله عز وجل. نادى عائشة فقال يا عائشة انظري في مالي، يا بني انظري في مالي منذ دخلت في الإمارة، فإذا زاد شيء من مالي من يوم أن دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى عمر بعدي، إلى الخليفة بعدي. فجيء بالمال إلى عمر فأخذ يبكي عمر ويقول رحمك الله يا أبا بكر، والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. قال أبو بكر لابنته عائشة في آخر أيامه، قال يا عائشة إنك أحب الناس إلي، ولا زال في قلبي شيء من الحائط الذي عندك. كان عندها حائط فقط عائشة رضي الله عنها. قال عندك حائط وفي قلبي شيء منه. قال هلا أرجعته إلى بيت المال أو تصدقت به للفقراء؟ ففعلت رضي الله عنها، وجلست في آخر يوم وأبو بكر يقرأ القرآن مستلقيا على فراشه، فبكت عائشة فقالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال ماذا قلت يا عائشة؟ قالت قلت هذا البيت. قال قولي خيرا من هذا. قالت ماذا أقول يا أبي؟ قال قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال يا عائشة أي يوم هذا؟ قالت الاثنين. قال إني أرجو فيما بيني وبين الليل، أي أن أموت في مثل هذا اليوم كما مات النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، كان يتمنى أن يموت في نفس اليوم. ثم سأل في أي شيء كفن النبي؟ قالت في 3 أثواب. قال افعلوا مثل ما فعلتم في النبي عليه الصلاة والسلام، وادفنوني عنده عند قبره. وعائشة تدمع عيناها على أبيها، وأمر أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، وأن يدفن بجانب النبي. وأخذ يقرأ القرآن وعائشة عنده، ويقرأ القرآن وعائشة عنده، حتى وصل إلى قوله جل وعلا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قبض الله عز وجل روح أبي بكر واستجاب الله دعاءه. إنه يوم الاثنين 22 من جماد الآخرة في السنة 13 من الهجرة توفي وعمره كعمر النبي عليه الصلاة والسلام 63. ارتجت المدينة بالبكاء، بكى الناس، بكت النساء، بكى الرجال، بكى الصبيان. أسرع علي على باب أبي بكر يبكي، فجلس عند بابه وهو يرثيه رحمك الله يا أبا بكر. رثاء طويل قاله أبو بكر والناس يسمعون. لقد كنت صاحب النبي، كنت أشجع الناس، صاحبه في الهجرة كنت. وأخذ يثني على أبي بكر وعلي يبكي رضي الله عنه. ثم دخل عليه وهو مغطى وأبو بكر مغطى، فقال علي رضي الله عنه قال والله ما أحد لقي الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى. غسل أبو بكر وكفن، فصلى عليه عمر صاحبه،
وأنزل في قبره ونزل معه عمر وعثمان وطلحة كلهم مبشرون بالجنة، ونزل معهم ابنه عبد الرحمن، ودفن الصديق، دفن الأتقى، دفن صاحب النبي عند النبي عليه الصلاة والسلام ليلحق برفيقه كما قيل: صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبي بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أثنى الله عليه في القرآن، جعله النبي خليفته وأمر الناس أن يصلوا وراءه، يأبى الله والمؤمنون والمسلمون إلا أبا بكر، لا يرضى الناس بعد النبي إلا بأبي بكر الصديق. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بعد أبي بكر، فهو أول هذه الأمة دخولا الجنة، إنه أبو بكر الصديق. أسأل الله أن يجمعنا وإياه في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين، حتى نلقاكم إن شاء الله في الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، الذي فرت منه الشياطين، الذي هو فاروق هذه الأمة، عمر بن الخطاب الذي كسر وهز عرش كسرى وقصر قيصر، عمر الذي فرت منه شياطين الجن والإنس، المحدث الملهم الذي كان يتكلم بكلام فينزل القرآن تصديقا لكلامه. حتى نلقاكم إن شاء الله في تلك الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.